القاهرة. جاءنا الآن البيان التالي. فوجئ رواد حديقة الحيوان بالجيزة بوجود شاب في أواخر العشرينات يجلس في قفص القرود ويرتدي زي يجعله يبدو وكأنه قرد حقيقي. وقد كان هذا الشاب يصرخ ويقول: أنا مش قرد يا جدعان، الله يخرب بيت المدير. وبعد الكشف على قواه العقلية تبين أنه مختل عقليا، وعندما قامت القوات بتفتيش منزله تم العثور على سيديهات عليها مذكراته مسجلة بالصوت والصورة. هنا القاهرة. جاءنا الآن البيان التالي. صرح مصدر مسؤول بأنه تم سرقة اسطوانات الشاب المنتحل شخصية القرد وتم تسريبها على اليوتيوب. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. صباح الخير لو كنتم الصبح، اما لو كنتم بتشوفوا المذكرات دي بالليل يبقى مساء الخير. طبعا عايزين تعرفوا مين اللي طالع عليكم من الشاشه ده؟ انا بالصلاه على النبي اخوكم موجود. ايه مستغربين الاسم؟ لا ما تستغربوش ولا حاجه، هو يعني عمر ما حد فيكم عمل حاجه غلط في البيت والحاجه قالت له بلا وكسه؟ ايوه هي دي الوكسه، وانا الموجوس. وبما ان انا اجدادي هم اول ناس اخترعوا الطابور، وبعد كده راحوا عاملين حفلات السبوع والطهور، لا ومش بس كده، دول كمان جابوا لنا انفلونزا الخنازير والطيور. انا بقى قررت ان انا اعمل زيهم وافعل السبوع. يمكن تضرب معايا وابقى شخص مشهور، ايه المشكله يعني؟ انا قلت هعمل ايه؟ قلت اكتب مذكراتي. نعم؟ الاستاذ بيقول لي يعني ايه تكتب مذكرات؟ هي دي حاجه جديده يعني؟ لا اسمح لي بقى افهمك وانورك واعلمك. المذكرات دي يا استاذ بيكتبوها ناس ليهم وزن في المجتمع. يعني كتاب كبار، شخصيات عامة، زعماء سياسيين، فنانين محترمين. عمر حضرتك سمعت عن واحد فاشل ونكرة وملوش لازمة بيكتب مذكراته؟ لا بقى، وانا مش هكتبها، ده انا هسجلها كمان. ما تاخدنيش في الكلام بقى برنس، الله يكرمك، خلينا نخلص كده ونحكي حكايتين. انا برضو راجل عندي وقت ومشغول، وانا يعني عشان موكوس وصايع وضايع ما عنديش وقت يعني. الله، العيال مستنياني على القهوه، عايزين نلعب لنا بولتين ستيشن كده بالسريع. لا 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 لا، على فكره انت قفلتني، على فكره انت فصيل، انت فصيل بجد يعني. انت قفلتني قوي وانا مش عارف احكي للناس دي. بصوا يا جدعان، انا عشان خاطر الشاب الظريف ده مش هعرف احكي لكم حاجه. انا هنزل العب لي بولتين ستيشن كده في السريع وبرجع لكم تاني. السلام عليكم.